يا صباح الفل والهنا والحلويات، وحشتوني 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 وحشتوني. طبعا باين جدا من الاورنج الكتير قوي اللي فينا ده، فرحة وسعادة وانتقام وكل حاجة حلوة. انا مبسوطة وحبيت اللون الاورنج. اللي مش فاهم انا ليه مبسوطة كده يبقى ما تابعناش خالص ومش عارف عني حاجة الفترة اللي فاتت، ودي حاجة مضايقاني. يبقى انتوا لا عندي على الانستجرام ولا عندي على الفيسبوك، وده شيء مضايقني. فلو انتي مش عندي على الانستجرام او على الفيسبوك يبقى لازم تجري تعملي لي فولو دلوقتي، عشان انا بجد زعلانه ان انتي مش عارفه عني حاجه. طب انا مالي سعيده ومنشكحه وفي الشتي عايمه ليه كده النهارده؟ لان انا بقالي كتير ما حكيتلكوش اللي حصل لي يوم عيد ميلادي. انا كان يوم 25/7 اللي فات عيد ميلادي ال30. ايوه سامعاكي يا اللي بتقولي شكلك ما يديش، بس انا عندي 30 سنه. فاللي حصل كأي بني ادم طبيعي في الدنيا، قرر ان هو يوثق اليوم. يعني مش عندي 30 سنه كل يوم رحت نازله عملت سيشن، انما انا مش عادتي خالص ان انا بعمل سيشن ولا عادتي الشو ده. بس انا بدات احس ان انا محتاجه اوثق كل لحظه حلوه في حياتي، خصوصا ان انا من ساعة ما حملت، انا دلوقتي خلاص في الشهر التاسع. فانا ما تصورتش صورة وانا حامل، انا ما عملتش سيشن حمل زي ما كل الناس بتعمل، زي ما كل الناس عادي بتعمل. واللي حصل اني قررت ان انا اعمل سيشن لعيد ميلادي. حطي الوردة تاني زي ما اتفقنا. ايوه 3 2 جو، يلا بينا. حلو قوي. حطيها بقى، حطي ايدك على بطنك الاتنين زي ما انتي، عينك على بيتر توجذر، وشك على بطنك. بصي لي بتضحكي، ايدك من الورده مش باينه. اقفي كده كده ودايما بتخلي ايدك تحت عشان تبين البلوزه دي. البرتقاله 3 2 1، عينك على بطنك. بصي لي هنا. الفيديوهات خطيرة. تعالي هقولك يلا بينا زي ما انتي. 3 2، بس تلفي سريعا بقى. 3 2 جو، يلا. فطلبت من مروه دي صاحبتي، فوتوغرافر رهيبه يا جماعه، رهيبه. انا عايزاكم بجد تروحوا تشوفوا شغلها. مروه دي كانت عامله لي احلى سمري لفرحي في الدنيا والله العظيم. فكلمتها وقلت لها ان انا عايزه اعمل سيشن، وبصي انا هعمل سيشن عيد ميلادي وحملي مع بعض، انا ماليش خلق وتقلت، وبصوا مفيش صحه اصلا. واتكلمت كمان بنوته اسمها روان، عملت لي احلى تورته في الدنيا. بصوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني لما الواحد ما بيبقاش طالب حاجات كتير قوي، يعني ربنا بيرزقه في القليل. انا طلبت والله حاجات على قدي من غير بهرجه خالص، يعني زينه خفيفه، تورته كيوت كده يعني.
فطلبت كمان من ياسمين صالح ان انا عايزه فستان لبني، وقلت لمروه اني هعمل سيشن لونها لبني علشان اعلن انه الجنين ولد. جريت على نرمين جلال. نرمين جلال دي انا متابعه شغلها في الديكوريشن بتاع اعياد الميلاد والسبوع والحاجات دي بقالي شهور، والله بقالي يمكن نص سنه. ما كانش عندي اي مناسبه اطلب فيها اصلا ديكور خالص، مش عندي يعني، ما عنديش مناسبات. فكلمتهم كلهم يا جماعه انا عايزه اعمل سيشن. طلبت من ياسمين صالح فستان لونه لبني، وطلبت ديكور لونه لبني، وطلبت تورته لونها لبني، وطلبت كل حاجه لونها لبني. ورحت مكلمه زينب الشريف عشان تعمل لي ميك اب. انا بصراحه عاجبني شغل زينب الشريف بقالي مده، وكمان انا ما كانش عندي طاقه ان انا اعمل لنفسي يومها، ما كنتش عايزه اتبهدل خالص وكمان اتدلع. برغم ان اليوم كان بادي سيكا سخيف وعيطت، هرموناتي طفحت اليوم ده جدا، ما كنتش مستحمله، وكان في كذا حاجه كده باظت في الاول، بس ما شاء الله الستاف اللي انا اتعاملت معاه ده كله ظبط اليوم. انا حتى وانا رايحه عشان اخد الفستان بتاعي ياسمين صالح كانت بتتحايل عليا من قبلها بكتير قوي ان انا انزل اقيس الفساتين، وانا كنت فاكره ان انا ينفع عادي ان انا بمجرد ما اروح هلاقي في اي فستان هناك يجي مقاسي. كان عيني على فستان لبني معين، مع الاسف طلع مش مقاسي، واتحطمت نفسيا. كان يعني يوم عياط بمعنى الكلمه والله العظيم. فالفستان الوحيد اللي لقيته كان لونه اورنج. انا عمري ما لبست اورنج، انا مش عادتي البس اورنج، يعني اورنج انا البس اورنج لا، يعني ده انا اصلا لابسه لبني بالعافيه، انا لو عليا اروح اجيب فستان اسود يعني مش عارفه. فخدته وانا متنغصه حرفيا، وكلمت نرمين ومروه يا جماعه انا هلبس اورنج مش هلبس لبني. وبصراحه هم اتصرفوا، انا مش عارفه اتصرفوا ازاي. انا على ما رحت لهم لقيتهم مظبطين الديكوريشن بتاع العيد ميلاد كله على انه اورنج في لبني، لان التورته لبني دي مش هنعرف نغيرها، فعملوا الديكور اورنج في لبني. اتصورت سيشن كانت لذيذه بصراحه، لذيذه جدا يعني. وبعدين جيت انزل السيشن بتاعتي على الفيسبوك، اتفاجئت بردود افعال غير طبيعيه، مش طبيعيه يعني. دول ناس مش طبيعيين. انا جالي كومنتس من نوعيه غريبه، من نوعيه ايه القرف اللي انتي لابساه ده؟ طيب فين حيائك؟ انتي ازاي متصوره كده؟ انتي ازاي مبينه بطنك كده؟ ده انا لما كنت حامل ما كنتش ابدا بجرؤ ان انا البس هدوم مبينه حملي في الشارع، وكنت بلبس واسع قوي قوي، واصلا فستان واسع يعني فستان حمل، هلبس ايه اكتر من كده يعني؟ انا الكومنتات خلتني مبرقه، مش فاهمه هو انا عملت ايه يعني. انا مش اول ولا اخر واحده في الدنيا تتصور سيشن حمل، خصوصا ان انا حتى لابسه محترم وشكلي كان محترم. انا مش عارفه ايه اللي حصل، والله العظيم مش عارفه. تحطمت يعني بجد كان يوم مش لطيف بالنسبه لي ابدا، يعني كان يوم كآبه شويه. فانا كل اللي عملته ان انا نزلت سكرين لكام كومنت فقط. الفيديو كان ساعتها كان فيديو ريل دقيقة نازل على الفيسبوك. الريل ده في الوقت ده كان عامل 1,000,000 مشاهدة. انا اتخضيت، عامل 1,000,000 مشاهدة ليه؟ ليه؟ ومليون واحد داخلين يشتموني ليه؟ عشان اتصورت وانا حامل؟ انا مش عارفة. ف اكتر من 3/4 الكومنتس كانت سلبية جدا 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 جدا. تمام. وعملت سكرين فيها بس كام اسم من اللي كاتبين لي الحياء ومش الحياء، وانتي ازاي متصوره كده، انا مش عارفه ليه بصراحه. انام اصحى الاقي نفسي ترند حرفيا. انا لقيت انه كل الناس مشيره اللي حصل معايا، وفي موقع كتب عني، وفي ناس في الراديو اتكلموا عني وعن التعليقات السلبيه اللي حصلت لي، وان انا ليه يحصل معايا كده اصلا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا والله العظيم زعلي كله اتحول لفرحه، اتحول لجبر خاطر. انا مصر كلها جبرت بخاطر اليوم ده والله العظيم. يعني سبحان الله، انقلب السحر على الساحر. عارفين الجو ده؟ لواحده كاتبه كومنت حقير لبنت عايزه تفرح. ده انا ما استاهلش ان انت تضايقيني كده ابدا يعني. انا اصلا حتى كنت اليوم ده واقفه والله العظيم بالعافيه يعني.
كنت تعبانه جدا، فانت ضايقتيني قوي قوي يعني. اسم البنت ده بقى ترند بقى كل الناس بتشتم فيها بسببي. انا ما عملتش حاجه، انا نزلت بس ان انا زعلانه بس ان ده حصل معايا. الحمد لله الحمد لله، زعلي كله اتحول فرحه، والله العظيم الحمد لله يعني، والله ربنا جبر بخاطري الحمد لله. فعشان كده انا اتفائلت جدا باللون الاورنج، لان صورتي بالفستان الاورنج دي كانت انتشرت بقى انتشار مهول يعني. فقررت ان انا عايزه اجي احكي لكم اللي حصل معايا، عشان انا عارفه ان انا مختفيه عن اليوتيوب بقالي مده، وان انتوا ممكن ما تكونوش عارفين عني حاجه. فقلت اجي احكي لكم، وكمان اعمل ميك اب لو انا اللي كنت عملت بايدي المكياج بتاعي، و ده هيطلع الميك اب. فلو انت عايزه تعرفي الميك اب ده اتعمل ازاي كملي معايا الفيديو. ومش بس كده، هو كل الميك اب اللي احنا هنستخدمه النهارده هتلاقوه متاح في الجروب بتاع نور. نور دي بنت في اسكندريه، عندها ستور صغنون في بكوس تقريبا، انا ما روحتش بس عندها ستور تقدري ان انت تروحي تشوفي حاجات شي جلام عندها هناك على الحقيقه، وتشتري زي ما انت عايزه. فالموضوع بصراحه زي السكر. فلو انت عايزه تشوفي كل اللي احنا هنعمله النهارده ده كملي معايا الفيديو. يلا نبدا. اتمنى ان انا مناخيري ما تاثرش على اللوك، يعني اعتبروا ان المناخير دي مش موجوده. هرطب وشي طبعا بالمرطب المفضل عندي بتاع سيرافي. هسرح حواجبي بالواكس ده بتاع بينك هاني. الواكس ده بيثبت الحواجب وبيمشطهم وبيخلي شكلهم مرتب اكتر. انا ممكن بعد ما استخدمه ما احتاجش اصلا ان انا استخدم اي برودكت تاني، علشان اضمن ان انا في الحر الفظيع ده مكياجي هيفضل ثابت طول اليوم. لازم استخدم البرايمر ده بتاع شيجلام. اكتر حاجه من ساعه ما جات لي وانا متحمسه بشكل ان انا استخدمها معاكم، انا اخيرا جبت الفاونديشن الجديد بتاع شيجلام. اقول ايه انا فرحانه فرحه. ده اخر اصدار للفاونديشن بتاع شيجلام. الفاونديشن الفكره بتاعته تشبه لحد كبير قوي قوي الفاونديشن بتاع سوبرا كولر بتاع كريولان، ولكن هم عاملين الدعايه بتاعته بالكامل على انه فاونديشن فول كفر، بس هو مش فول كفر. الفاونديشن ده نازل منه 30 درجه، نو واي ان انت ما تلاقيش درجتك. يعني عارفين الفرق ما بين الدرجه والتانيه؟ حاجه نونو جدا، يعني فعلا لازم تلاقي درجتك. وممكن تلاقي 3 درجات عادي ينفعوا معاكي، مفيش اي مشكله. انا بقى اكتر درجتين كانوا تمام جدا معايا. درجه اسمها وورم فانيلا، ودي اكتر درجه انا برتاح فيها في شيجلام، او درجه شل. الفاونديشن من جوه بيجي شكله كده ناشف بالشكل ده، ولكن لو جالك سايح مفيش مشكله، هو مع الحراره بتاعه الاوضه عادي ممكن ينهار كده شويه او يتجمد بالشكل ده. وهو على فكره كميته مش ضخمه، يعني هو انت كام 15 جرام، اللي هو يعني اي فاونديشن تاني او اي ازازه فاونديشن تانية بتكون 30 جرام، ده 15، على اساس ان هم معتمدين انه اللحسه منه الضغطه منه بتدي احسن من احسن افكت لاي فاونديشن تاني. قبل ما نجرب اللي هم قايلينه عليه، يعني ان انا بصباعي الاول بمشيها كده على الفاونديشن علشان يطرى شويه، بتسخنيه علشان يسيح، فنعرف نستخدم معاه البرش اللي جايه معاه اللي هي البرش دي، علشان تديني اعلى تغطيه. تمام ماشي. بيقولوا ان هو بالرغم من انه هاي كفرج بس شكله على الوش فلوليس جدا. بيقولوا ان هو بيقعد كتير جدا وان هو حاجه زي ميكس ما بين الفاونديشن وما بين الباودر. هي دي فعلا فكره الفاونديشنات دي عموما. كويس جدا للبشره الحساسه، ما فيهاش تلج
ما فيهاش الكحول. شايفين دول الدرجتين اللي انا بتكلم عليهم؟ دي درجه وارم فانيلا، دي وارم فانيلا، ودي سايحه شويه، ودي شل. بصوا اهو بيسيح خالص، الدرجه حلوه. ودي شل. اعتقد ان انا الافضل لوشي هي دي اللي هي وارم فانيلا. طيب انا محتاجه ان انا فعلا استخدم البروش بتاعتها عشان اشوف ايه موضوع انه فول كفر ده. هو فعلا بالبروش بيديني فول كفر، ولكن لما بقى نيجي ندمجه بالسبونج لا، ما بتبقاش فول كفر ولا حاجه، يعني عادي. بصوا المنظر. تعالوا بقى ندمجها. الحسنه اللي في وشي باينه عادي اهو. اوكي، هو فاونديشن شكله حلو انما مش فول كفر خالص. هستخدم الكونتور الكريمي ده بتاع شي جلام، لسه برضو جايباه من نور. ده درجته اسمها جولدن سان. درجته حلوه قوي، انا ما كنتش حباها لما شفتها كده على ايدي، ما حبيتهاش. هستخدم بقى البلاش الكريمي ده بتاع شي جلام، برضو درجته اسمها روز ريتويل. هثبت بقى وشي كله باللوس باودر بتاعت شي جلام برضو، بس اللي هي درجه بسك. البودره دي حبيبتي حبيبتي حبيبتي. الباليت المعجزه، الباليت المعجزه حبيبه قلب ماما، دي من النهارده صديقي والله العظيم. دي انا قاعده مستنياها بقالي كتير، وكل ما اطلبها من حد ما يجيبهاش، مش عارفه ليه. فانا مبسوطه ان انا اخيرا عثرت عليها. بذمتكم دي مش باليت اقتصاديه جدا لكل محبي الالوان الورم الهاديه الدافيه، البيجات البنيات. انا الالوان خضاني من كتر ما هي تحفه. طب ايه استخدم ايه؟ نستخدم مثلا اللون الاورنج ده. اعمل ايه منه؟ بصوا البيجمنت. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا وانا بثبت فوق عيني كترت باودر شويه، وساعتها قلت ان انا الاي شادو مش هيبان خالص في عينيا من كتر البودره اللي حطيتها. فانا مصدومه ان اللون طالع كده. هبدا اغمق شويه في اللون الاورنج، يعني انا قبل كده خدت اللون ده. ناخد بقى اللون اللي جنبه. يعني اغمق منه حاجه لونه كده.
هاخد اللون ده وهحطها هنا بس عند الكسرة. جمال اللون انا عاجبني. باول فرشة استخدمتها هدمج الاطراف اللي بره دي شوية، بحيث انها ما تبقاش حادة قوي كده. هرسم بقى الكات كريس باي كونسيلر عندي. عندي جليتر كده من مريم فؤاد، بحبه جدا، الدرجة دي حلوة قوي قوي. بصوا لونها اورنج، يا رب ما تقعش. هي تحسوها بصوا دهبي مصفرة، عشان كده انا عايزة استخدمها. هغمق بقى الاتنين كورنر بتوع عيني باغمق لون في الباليت اللي هو اللون البني المحروق ده. عشان التورته بتاعتي كان لونها لبني، فخلينا الديكوريشن كله لبني بسببها. فانا هحط كحل لبني او ازرق، قليل ما بحط اللون ده فمتحمسه بشكل حلو قوي. ده من كاركتر درجته سي 410. بجد حلو قوي. الاول بس هدمج كده اطرافه بفرشه ضيقه كده شويه، وبعدين نحط اللون الازرق. بصوا جبت لون ازرق من الباليت دي بتاعه جوسي بيوتي، الازرقات بتاعته لطيفه يعني. بصوا الاتنين دول. دلوقتي بقى هرسم حواجبي اللي انا خايفه انساها دي بقلم الحواجب ده درجته اسبريسو. ودلوقتي هستخدم البرونزر ده بتاع شي جلام. انا بقيت حاجات شي جلام دايما في ايدي كده. بصوا الباليت دي نفسي قوي الاقي عندي بلاشر اورنج قوي، يعني نفس اللون ده كده. ماشي، نفرض ان انا ما لقيتش، انا لقيت عندي باليت اي شادو فيها الوان اورنج. تيجوا نجرب ولا هنندم ولا ايه؟ ايه وشنا بقى سيكه او حاجه. هحدد بقى شفايفي بقلم التحديد ده بتاع روبي روز درجته 11.
دلوقتي بقى هستخدم الهايلايتر ده بقى من مفضلاتي دائما وابدا بصراحه. انا عندي ليكي نصيحه، لو انتي وشك بيعرق عموما متحطيش هايلايتر، انتي بعد شويه وشك ما شاء الله هيدي هايلايتر لوحده. الروج الخطير اللي انا حطيته النهارده ده بتاع جولدن روز، درجته 27. دلوقتي احنا مش فاضل لنا حاجه غير الرموش. ايه رايكم كده احلى؟ حطيت طبقه اورنج هنا بس كده يا حلوين. مستنيه رايكم طبعا في اللوك. يعني انا عاجبني بصراحه، انا عاجبني، حاسه ان انا بقالي كتير قوي ما فرغتش الطاقه دي، فعشان كده مبسوطه. عايزه اقول لكم ان كل حاجات شي جلام اللي احنا استخدمناها النهارده كلها بالكامل هنلاقيها متاحه عند نور. الجروب بتاع نور هتلاقوه تحت في صندوق الوصف. نور فاتحه ستور في اسكندريه، فانت تقدري تروحي تتفرجي وتشتري زي ما انت عايزه. لو عجبك اللوك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تعملي فولو على انستجرام، اسمي منى اشرف. احنا بقينا كتير، احنا بقينا 150,000 على الانستجرام. انا مبسوطه وهبقى مبسوطه اكتر لو شرفتيني هناك. بس كده، هتوحشوني للفيديو اللي جاي. تصبحوا على خير.